لأن مسألة العصمة كانت متفق، هذه المسألة متفق عليها من الصدر الأول، يعني من زمان أمير المؤمنين إلى زمان غيبة الإمام، أو ليست كذلك؟ واحنا بالنسبة لنا هذه القرون الثلاثة مهمة وليست مهمة أعزائي، هي حياة الأئمة، هم ربوا تلامذتهم في هذه القرون الثلاثة، يعني من تاريخ 11 من الهجرة إلى تاريخ 328 أو 29 ماذا من الهجرة التي هي تاريخ الغيبة الصغرى، يعني كم قرن أعزائي؟ 3 قرون وإضافة مولانا. فهل أن هذه المسألة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هل أن هذه المسألة واقعا كانت واضحة عند أتباع مدرسة أئمة أهل البيت كوضوحها في زماننا الآن، أو ليست كذلك؟ الآن بالنسبة لي يوجد شيعي لا يعتقد بعصمة أهل البيت أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ أصلا مباشرة يتهم بأنه شيعي وليس بشيعي، ليس بشيعي. هل أن هذه المسألة، ما أقول هذه الدرجة من الوضوح اللي 100%، لا أساسا ولو وضوح 50%، ولو وضوح 30%، أنه كانت شائعة مسألة ماذا؟ عصمة الأئمة كالإمام أمير المؤمنين، كالإمام الحسن، خصوصا الإمام الحسن، خصوصا الإمام الحسين، لأن هؤلاء دخلوا ماذا؟ دخلوا في معارك مع من؟ مع السلطات القائمة. شنو تعتقدون؟ كان أو لا كان؟ لم يكن. أنت يكفيك أن ترجع إلى التاريخ لتقرأ بيني وبين الله عندما اتفق الإمام الحسن مع معاوية، بس سميه الصلح، سميه عهد، سميه ما تشاء، أنا ما أدخل في ماذا؟ في هذه التفاصيل. بيني وبين الله من اعترض عليه؟ أول من اعترض لا التفتوا جيدا رجاء، لا تجيبون هكذا. أول من اعترض عليه خواص وحواري أصحابه، أليس كذلك؟ سؤال، إذا كانوا هؤلاء يعتقدون بعصمة الإمام الحسن كان هناك مجال للاعتراض أو لا يوجد؟ إذن هل حواري ما تكلم عموم المسلمين؟ يقينا عموم المسلمين ما كانوا معتقدين ماذا؟ بعصمته، وإلا لما خذلوه أعزائي. خواصه مولانا اعترضوا ماذا؟ قالوا له تلك العبارات المذلة مولانا. إذن هذه الثقافة كانت موجودة أو غير موجودة عند خواص الشيعة؟ بعد إذا هؤلاء مو شيعته، من هو شيعته؟ تعالوا معنا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أراد أن يخرج من المدينة ويتوجه إلى كربلاء، وفي الطريق كله إلى أن وصل إلى كربلاء، ثم انظر إلى خطاباته وانظر إلى كلماته وانظر إلى ما قاله في كل الطريق والمجموعات في كتاب بإمكانكم أن ترجعوا مجلدين أو 3، خطابات الإمام الحسين من بدأ من المدينة ومرورا بمكة إلى أن انتهى إلى كربلاء ويوم العاشر. انظروا هل أن الإمام وضع يده على مسألة أنه لماذا تخالفوني وأنا معصوم بينكم أو لا يوجد؟ ثم في النتيجة هل كان في زمن الإمام الحسين شيعة لأمير أهل البيت أو لا يوجد؟ يقينا كان يوجد. إذا كان يوجد إمامهم عندما يخرج المفروض ماذا يفعلون أعزائي؟ يخرجون معه. أصحاب رسول الله بل أهل بيته من بني هاشم خرجوا معه أو لم يخرجوا معه، هذا كله يكشف أنهم كانوا يرونه إماما معصوما أو لا يرونه. ولهذا تجدون التفتوا جيدا، وهذا تصريح خطير ممن أعزائي؟ من الشهيد الثاني، خلوا ذهنكم يا أعزائي، هذا تصريح خطير جدا من الشهيد الثاني اللي هو أحد كبار فقهاء مدرسة أهل البيت. أنا أقرأ لكم العبارة مولانا من كتاب ماذا؟ من كتاب حقائق أو رسالة حقائق الإيمان صفحة 59. يقول الآن إحنا قلنا أن الإمامة نص وعصمة وإلى غير ذلك، ولكن نسأل هل أن القرون الثلاثة الأولى أن الشيعة كانوا يعتقدون أن الأئمة معصومين أو ليسوا كذلك؟ شوفوا سؤال خطير، أن الشيعة في عصر من؟ في عصر الأئمة، يعني كم قرن أعزائي؟ قرون الثلاثة. هل كان أنا ما أريد أنفي أنه فلان شخص كان يعتقد ماذا؟ وفي زماننا ماكو 4-5 نفرات يعتقدون بأن الأئمة مولانا لهم وسائط الفيض الإلهي أنهم موجودين، ولكن الحالة العامة ما هي؟ هل الحالة العامة كانت الاعتقاد بعصمة أئمة أهل البيت بين الشيعة بل بين خواص الشيعة أو لم يكن موجودا؟ التفتوا لي جيدا للعبارة. قال: فهل يعتبر في تحقق الإيمان، يا إيمان الإيمان الخاص الذي قال هو الأصل الرابع الذي به يتحقق الإيمان، فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم اعتقاد أمامتهم؟ ويمكن ترجيح الأول إلى أن يقول ويمكن وليس بعيدا، احفظوا هذه الجمل، وليس بعيدا بالاكتفاء بالأخير. ما هو الأخير أعزائي؟ أنهم بالاكتفاء بالأخير على ما يظهر، هذا بين الأخير ما هو؟ على ما يظهر من جل رواتهم. رواة من؟ هذا الاحتمال الأخير، يظهر من جل رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم. روايات موجودة أن المراد من أهل الذكر